الدنيا اتقلبت بعد ما انتشر أخبار بتأكد على إعلان النجم كريستيانو رونالدو التمرد على فريق النصر السعودي وعدم مشاركته في المباريات اللي جاية. تابع معايا وهتتفاجئ من السر. في البداية عارض كريستيانو رونالدو طريقة إدارة الصفقات في ناديه السعودي، وده كان بسبب إن الفريق لحد دلوقتي عامل صفقة وحيدة بس، في المقابل انتقال أكتر من صفقة كبيرة لنادي كبير زي الهلال السعودي، واللي اتخطت الأربع والخمس صفقات في المرة الواحدة. ده بالإضافة إلى دخول فريق الهلال السعودي في مفاوضات لضم النجم كريم بنزيما، وده بعد ما حصل مشاكل بينه وبين نادي الاتحاد السعودي وقت تجديد العقد. ومن هنا كريستيانو رونالدو أعلن تمرده وعدم مشاركته في المباريات اللي جاية مع فريقه النصر، وده كان احتجاج منه على ضعف الصفقات الشتوية في النادي وعدم المساواة في إدارة الصفقات بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة وبالأخص مع نادي النصر. وفي أخبار ظهرت من الناحية التانية بتنفي كل الكلام اللي فات، وبتقول إن كريستيانو هيكون أساسي في مباراة النصر والرياض، وهي مباراة عودة الصدارة بالدوري السعودي. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.